السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم عن الجولة الجديدة في الدوري الانجليزي، جولة 24 واللي حصل فيها بالتفاصيل. يلا بينا. البداية كده بفوز ارسنال على استون فيلا 4-2 بعد ما كان ارسنال خسران 2-1 وبعدين رجع لغاية ما كسب في الدقيقة 90، جاب جونين وكسب 4-2. الماتش اللي بعديه تعادل السيتي مع نوتنجهام فورست 1-1 في مفاجأة كبيرة بعد ما كان السيتي متصدر، رجع تاني كان كسبان وفي نوتنجهام اتعادلت في الدقيقة 90 برضه، خلص 1-1. الماتش اللي بعده خسارة تشيلسي من ساوثهامبتون 1-0، وتشيلسي كده المركز العاشر وبيضيع خالص. ندخل بقى الماتشات. فوز اليونايتد على ليستر سيتي في ماتش قوي جدا 3-0، واليونايتد بيتحسن واحدة واحدة. وبعد كده فوز ليفربول على نيوكاسل 2-0، فوز توتنهام الأخير على ويست هام يونايتد 2-0، وكده توتنهام الرابع ومانشستر يونايتد الثالث والسيتي نزل بقى الثاني، وارسنال المتصدر رجع تاني لمركزه فرق نقطتين عن السيتي وليه ماتش مؤجل. فكده الدوري الانجليزي رجع لنفس المستوى بتاعه، دوري قوي جدا جدا، مفاجآت بالجمله، كل جوله فيها مفاجآت. كده خلصنا الدوري الانجليزي. هندخل في الدوري الاسباني الجوله 22 واللي حصل فيها. بداية تعادل ريال سوسيداد مع سيلتا فيجو 1-1، وكده ريال سوسيداد تاني تعادل على التوالي وبيبعد واحدة واحدة عن الوصيف. ريال مدريد فاز 2-0 على اوساسونا، وبرشلونة فازت على قادش 2-0، هدف لروبرتو سيرجيو روبرتو، هدف ليفاندوفسكي. كده برشلونة متصدرة والريال بيحاول يقرب منها. كده خلصنا الدوري الاسباني. هنتكلم بقى ايه عن سؤال، كنا في سؤال سألناه الحلقة اللي قبل اللي فاتت، اكتر هداف كاس عالم الانديه هو كريستيانو رونالدو، مسجل حوالي 7 اهداف. ده كده الهداف. السؤال الحلقه الجايه هو ما هو النادي الاكثر تتويجا بالدوري الانجليزي، وهنجاوب عليه الحلقه الجايه. ده سؤال حلقاتي هنجاوب عليه الحلقه الجايه. طبعا انتظروا كل جديد الفتره الجايه، في حاجات بنسجل حاجات بقى ايه تنزل في رمضان وكده، فاحنا مشغولين جدا. الفتره الجايه في فيديوهات جامده جدا انتظروها. بس طبعا لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعني مع كل السوشيال ميديا في الديسكريبشن. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.